السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. معاكم يوميات سمر المنية. ما تنسونوش بقى يا حبايب قلبي تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده بقى يا حبايبي هعمل معاكم هطبخ طبعا اللي هي الفراخ اللي هي البيضة اللي انا كنت ذبحها في الفيديو اللي فات معاكم قبل كده. هطبخ بقى طبعا جنب الفراخ ايه بقى؟ اللي هي اللوبيا الناشفة. طبعا انا عملت الصلصه بتاعت اللوبيا الناشفه، هي عباره عن ايه؟ عباره عن بصل وتوم وطماطم متسبكه. هتاخد غلوه وتتسبك خالص، وهنزل عليها باللوبيا بس بعد ما تتسلق. واديني اهوت بسلق اللي هو اللوبيا الناشفه زي ما انتم شايفين كده. لما تستوي خالص هغسلها واصفيها من الميه وهحطها بقى في الصلصه. وادي بقى يا حبايب قلبي، ادي الميه بتاعت الفراخ غلت اهيت، هنزل عليها احط الفراخ في قلب الميه. طبعا بقى يا حبايب قلبي انا بحب الفراخ اللي يكون في الفريزر، بحب ايه؟ بحب احطها اغليها الميه. لكن الفراخ اللي هي الطازه طبعا ايه؟ بحب ايه اعملها اللي هي بسمنه بلدي ولوحها. طبعا ما فيش عندك سمنه بلدي بتحط ايه؟ بتحطي نقطه زيت. طبعا ادينا حطيتها اهوت في الميه، هلم الريم من عليها وايه. وادي بقى يا حبايبي خلاص حشت الريم من على الفراخ. هنزل عليها بقى بايه؟ باللي هو الملح الابيض ناعم، واربع فصوص اللي هما الحبهان، وفلفل اسمر، وقرفه. قرفه عندك قرفه ناعمه عادي زي ديت، عندك قرفه خشب عادي، اي نوع قرفه. وطبعا هحط معاها اللي هي الجزر والقرن الفلفل الحامي دوت والبصل زي ما انتم شايفين كده. وادي بقى يا حبايب قلبي ادي الشكل النهائي بتاعي. دي الفراخ بعد ما طبختها، ودي اللوبيا الناشفه، دي الشكل النهائي بتاعها. وادي الرز الابيض، وادي الشوربه بتاعتي. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا اتفضلوا معانا، بألف هنا وشفا على اللي هياكل.